اضطراب الشخصية الحدية borderline personality disorder BPD من أكتر الاضطرابات اللي طلع عنها كتب، اتعمل عنها أفلام، مسلسلات، روايات. من أكتر الاضطرابات اللي بتشغل الناس، هل أنا عندي شخصية حدية؟ هل ابني أو بنتي عندهم شخصية حدية؟ لكن إيه اللي واقعي في هذه المخاوف وإيه اللي وهمي؟ إيه اللي بيتعمل عشان الدراما وإيه اللي علمي وموجود فعلا؟ هو ده اللي هنتكلم فيه النهارده. أنا الدكتور محمود الحبيبي، أستاذ الطب النفسي في جامعة عين شمس. اضطراب الشخصية الحدية من أكتر الاضطرابات اللي الناس بتتكلم عليها، لكن برضه هو زي بقية اضطرابات الشخصية اتغير وتشخيصه اتغير وأصبح دلوقتي سمة تضاف للسمات الخمسة في اضطراب الشخصية. لو مش عارف إيه هي السمات الخمسة لاضطرابات الشخصية، ممكن تشوف الفيديو بتاع اضطرابات الشخصية، هتلاقي شرح واضح للسمات الخمسة دول. لكن زي ما قلنا في سمة سادسة، والسمة السادسة هي الشخصية الحدية. ودي أول حاجة جديدة عايزين نأكد عليها، إن دي بقت سمة من سمات اضطراب الشخصية، وإنها بتتقاس زي بقية سمات اضطرابات الشخصية، مش اضطراب لوحده. تاني مشكلة بتقابلنا وللأسف ما اتحلتش هو الاسم. ليه اسمها شخصية حدية؟ ليه بوردر لاين؟ لأن من زمان وهما بيقولوا إن هي في الحد الفاصل، في الحدود ما بين الاتصال بالواقع والانفصال عن الواقع. ده مش حقيقي تماما، ودلوقتي مع ان الاسم لسه مكمل لكن ملوش اي اهميه.